السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، وتحديدا في الألعاب الأولمبية للغابة في دورتها ال 25 بعد ال 200. وكالعادة في نهار كيما هذا يتلموا حيوانات الغابة، الحيوانات الكل على تمام التهيؤ وأهبة الاستعداد. بعد ما كل حيوان منهم كان في منتجع تدريب. معلومة هذه زايدة وانت سابق في معرفتك انه الغابة هي في حد ذاتها منتجعة. تبقى فما معلومة ما نجمش نعديها، وهي انه حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت، مثال ما عنده حتى علاقه بالغابه. هذاك تنجم تستعمله في البحر ولا في النهر، خاطر لاحظت انه برشا عباد الضيق تلاعهم ولات تخلط بين الغابه والبحر. يقول لك مثلا ولينا عايشين تقولش علينا في غابه، حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. سامحني، كيفاش؟ المهم ان شاء الله المعلومه وصلت، خاطر جاتني برشا تشكيات من الغابه واهمهم من عند الاسد. الملك كبيد وراسلني وقال لي مش معقول اللي تعملوا فيه، كل ما نهب ودب ولا يحكي علينا. خويا منه هكا ما يحكي علينا كان واحد مختص في الشان الحيواني باش ما يصيرش خلط ومغالطات، وقال لي بالنص وهو باش ما نزيدش عليه. من الأسد ملك الغاب إلى محمد شادلي خير الدين ملك اللي ملكه له ربي. أما بعد، بادئا بذي بدء، سبق وصلنا إنكم تقولوا القرد في علوم غزال، ظنيناها حقيقة علمية توصلتوا لها بعد بحث وتمحيص وسبقتونا لها. من الأول شكينا إنه القردة يكون عندها مشكلة في عينيها وما حبتش تقول، فطفينا الضوء. أما ومع كثرة ذكركم لحالتها قلنا أكيد الحالة خطيرة ولازمها تدخل طبي. هزينا لها طبيب عينين للدار، يلقاها لاباس عليها وهي ما فاهمة شيء، وتسأل فينا علاش تعديوا لي على عيني. صارحناها وقلنا لها إنه انتم البشر تقولوا قولتكم، فنفات نفيا قاطعا. اللطف علي وعلى ولدي، وكيفاش نشوفوا غزال وهو كل يوم ينقز من شجرة لشجرة، وزادت حد تراجمكم لينا بالإشاعات للي وصلت لحد لا يطاق. ثانيا، احنا معشر الحيوانات باستثناء الدب ما ناكلوش الحوت، وعمرنا ما درنا بحاله ولا جبنا سير. ويوصلنا انكم تقولوا منذ زمان ارنب يكر على حلوف، وبالرغم انه احنا نعتبره هذا الشأن حيواني داخلي الا انك ضمن الغيظ وعديناها لكم. تبقينا باش تردوا الدب يكر على غابة كاملة وتتقولوا علينا أقاويل وتردفوا حديثكم على الغابة بمثال ركيك وخالي من الإبداع من نوع حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. فلا ولا ثم لا. وبناء على ما سبق باسمي وباسم تنسيقية حيوانات من أجل الحياة، وجمعية حيوانات ضد السلطة الإنسانية، وجمعية لا للمركزية البشرية، وكل جمعيات المجتمع الحيواني دون استثناء اللي تنشط ضد التمييز بين خلق ربي، ونخص بالذكر جمعية حيوانات ديمقراطيات، فإن أولا ندوا بمثل هذه الممارسات. ثانيا ندعو كل ذي عقل وبصيرة للتوقف على استعمال مثل هذه العبارات وسن قوانين جر مثل هذه الممارسات اللامسؤولة. ثالثا نعلموكم أنه انطلاقا من قرة العنزة وإلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة المضمنة في النقطة 2 فإن باش نبدأ في تحركات نضالية سلمية. رابعا وهي آخر نقطة، في صورة عدم الاستجابة وانتهاج أسلوب اللامبالاة ولا اكتراث اللي عودتونا به، فإنه باش يتم التصعيد يوما بعد يوم باش نلتجئ ونلزم الأمر للإضراب الوحشي عن الطعام وخنموتوا وقعدوا فيها وحدكم، وشوفوا وقتها كيفاش تولي حياتكم من غير حليب وعظم وعسل والحم وغيره من منتجاتنا اللي لا انفكاك لكم منها ولا سبيل لكم من الاستغناء عنها. دمتم ما دمنا وخربتم ما خربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي أنا هذا وما على الرسول إلا البلاغ. نرجع للدورة ال 225 الألعاب الأولمبية للغابة، وهذا نهار غالبا ما يتعدى مارد. هي مسابقة بتاع غطس الطيور، كل عام يهزها الصقر من غير منافسة. مسابقة القفز بين الشجر كيف كيف، يقدم القرد وما ينافسوا حد. قعد كان يطيح في الركور على روحه. مسابقة أخمش حيوان هزها الحلوف كل عام دون منازع، غرم وحالته حليلة. الحصيلو الكل هتطلع على البوديوم وحدها، كل واحد فيهم لولاني من غير الثاني والثالث. يقعد عندك شوية حماس وتشويق وتنافسية، تلقاهم بين التمساح وفرس النهر في مسابقة شكون يحل فمه أكثر. لهنا بالحق فما فرجة، والآخر لحظة ما تعرفش شكون فيهم باش يربح. وعندك زادة وهذا الأهم، سباق السرعة بين الفهد والنمر والأسد والغزالة، وهذا اللي حاجتنا به في القصة. في الدورة هذه بالذات الدب جاي قيد في اللي باش يشاركوا في السباق. حقا نسيت ما قلت لكمش اللي الدب
عاطينه امور اداريه بحكم مسكين ما عنده حتى ميزه تنافسيه. فحفاظا لماء الوجه قالوا له انت كبيرنا وعندك مسؤوليات، كبروا بيه يعني، ما ولاد ماشا ماكم تعرفوا. عامله فيها كالطفله. المهم كي جاي قايد في اللي باش يشاركوا، اول واحد جاي قايد هو الارنب. جاش بعده الصين قال له دب شكون قايد وناوي يتحداني انا ملك الغابه؟ قال له حتى هو قايد الارنب. قايدك زمجر هكا السيد وحك لحيته وقال له هذه اخرتها، نتسابق انا وارنب حتى كي نربح نتسمى خسرت. ايش يقولوا عليا باقي الحيوانات؟ السيد ومن دراك جريه هو الارنب. تي الجمله هذه في حد ذاتها خساره. الحسيلو اللي مستنسين يشاركوا كل كان عندهم نفس موقف الصيد، ورفضوا انهم يشاركوا من منطلق الكبر والتعالي. قال شنيا نشارك ضد درن الا الغزاله. صحيح هي زاده ما شاركتش، اما قالت بحكم انه احنا زوز منضوين تحت نقابه ضحايا الحيوانات المفترسه خليه فرصته باش يهز لقب مره في حياته. المهم قريب شيوفه وقت التسجيل، وكيما العاده والمعمول به شدك الدب البوق وبدا يعيط. قريب يوفى وقت التسجيل في سباق السرعه، المشارك المسجل الوحيد هو الارنب. شكون من اهل الغابه يحب يشارك ومازال ما شاركش؟ شكون يحب يشارك ومازال ما شاركش؟ هو هكاكا ويسمع في صوت ضعيف يدوب واصل لوذنيه يقول انا نحب نشارك، انا نحب نشارك. يا حيوانات تسمعوا؟ قال لهم الدب. تسمعوا في اللي نسمع فيه؟ الحيوانات الكل قالوا له ايه نسمع. يباهي ومنين مصدر الصوت؟ الحسيل والحيوانات طاحت تتلوج. شكون هالحيوان اللي يحب يشارك اما مش لاقين له اثر؟ شيء يمين يسار باقي شيء. هما هكاكا والجربوع ترشق بالضحك. السيد تقلب على ظهره وعدو باش يموت من الضحك ونفس ضاق بيه. يا جربوع شبيك؟ هو مسكين يحب يجاوب اما الضحك غالبه. بديد هكاكا وشد ضحكته وقال لهم فكرونا. ولهنا كانت الصدمة. الحيوانات الكل بصوت واحد قالوا فكرونا. فين تشوف فيها؟ قال له الدب هيا قدامك. الحيوانات ضربتهم الصدمة. فكرونا خرجت لهم عريانة بلاش قوقعة. الحيوانات الكل عينيهم مرشوقة فيها وبهتين. يا أخي قصت لهم على بهتتهم وتلفتت للوشق وقالت له عماه في عينيك شبيك تغزر لي وراشق فيا عينيك كيلو شق. قالها انا وشق اصلا مش كيلو شق. واللطف راك وليت تزوغ ما حليك كي كنت ساتره روحك وفرتك ملموم بالقوقعه. الجربوع ضحك وهي قالت له يا مقرعش يا فرات يا وكال الفضله والفتفات، على شنيا تضحك وانت لسانك اطول من ذيلك؟ قص عليهم الاسد بتزمجيره حاده قال لهم دستور شنيا الانفلات الحيواني هذا؟ ما عادش ثم قدر لكبار الغابه. زاد زمجيره اخرى ودعاهم الاجتماع الفصايل. فصايل هنا مش معناها بانديه، لا فصايل يعني كل فصيله متاع حيوانات يمثلها واحد منهم. تختاروا الفصيله خاطروا اكبرهم ولا احكمهم، ولا يحط روحه وحده ويستقوي على باقي عناصر فصيلته، امنيا بعناصر امنيه وعسكريه، ودينيا بعلماء سوء يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل ويلويوا عنق النصوص الدينيه باش يسوغوا للحاكم ظلم وتجبر على باقي الفصيله، ويسميوه غالبا حيوان متغلب. ما نعرفش كان سمعتوه اللفظ ذا. واللي عارض يبعثوه لحديقه الحيوانات ويكمل يعيش حياته في القفص. والنوع هذا هو الغالب في الغابه. مازالوا ما وصلوش لوعينا البشري اللي يخلي العباد تختار شكون يمثلها وشنو نظام الحكم اللي ترتضيه بالطبيعه، واللي كي واحد فيهم يقول كلمه حق عند سلطان جائر يلقى روحه متوج من عند السلطان بيدو. متوج مش بالشهادة، لا يتبعث لسيادة الشهداء مع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وما فماش تكريم ليه خير من هذا طبعا. المهم تلموا في اجتماع الفصايل اللي كنت تحكي لكم على تركيبته كيفاش تتكون. الاجتماع كان مغلق، هذاك علاش ما عنديش برشا تفاصيل من اللي تحكي فيه، اما بالطبيعه وصلني شويه تسريبات نسوقها لكم بكل تحفظ. بعد افتتاح الجلسه الاسد قال شكون يحب يبدا وياخذ كلمه، وكانت من نصيب النمس اللي قال اللي هو لاحظ عليها على الفكرونه يعني المده الاخرى لاحظ عليها انها وليت تتبع في الحيوانات اللي يجيبوا فيهم في التلفزه، تتبع فيهم باستمرار وخاصه قناه الحوار الحيواني، ويقول ومنهم حوار كنت شاهد عليها وهي تتبع فيه.
قال فيه الذيب جسده كثورة وليس عورة، وعقب عليه الضباع وقال احنا كحيوانات نشوفوا انه الذيل عند جل الحيوانات حائل للتقدم وعائق للتطور، ومانيش نحكي هنا من جانب استاتيكي، ليه كلامي اعمق، نحكي على مستوى الفكر. كيفاش انت مازلت محافظ على الذيل ومازلت تغزل لروحك كجسد لازم تغطيه؟ كيفاش انت تغزل لروحك جسد وتحب باقي سكان الغابة تحترمك؟ شوفوا البقرة والكلبة مثلا، بالرغم اللي هما متحررين من فوق الا انهم قاعدة عندهم ما يسمى بعقدة الذيل. وكالبومة اللي هي تدير في الحوار كل شوية ياخوها المخرج في الكادر وهي تهز في راسها وتهبط كتعبير على انها موافقة على كلامهم، وهذه حركة غالبا ما يعملوها الحيوانات باش يوهموك باللي على رايهم برشا. كي كمل الضباع كلامه وتفاعل معاه الذيب وقال له كلامك صحيح، امين الحق فهمتها من الكلب، كيفاش يرضى للكلبة انها تعري صدرها وما ينبحش حكم انه كلب. اما الثور بصراحة استغربتها منه. ليش نحكي لكم عم الصمت في البلاتو، وقحرت له كلبومة سيف القحرة دارك الضباع وجاوبه وقال له وعليش تستغرب فيها من الثور؟ يا اخي نسيت اللي هو كان عاصي. اعطات البومة الكلمة للبهيم باش في ساعة تلم زلعة الذيب، بدا البهيم كلمته بتنهيقة وقال انا نشوف انه القوقعة جاية من التقوقع والذيل من التذيل والتبعية، وهذا اللي خلاني انا والبهايم اللي كيفي نهار كامل واحنا ننهق ومن بلاتو لبلاتو بالتحرر من مخلفات الاسلاف، وللمضي قدما المستقبل واعد يكون عنوان الحرية. وبهذا يكون النمس كمل كلمته. عقب عليه الدب يعطيك الصحة نمس، على الأقل مرة تنسنيسك وتلسليسك على ديار حيوانات جبت لنا بيه حاجة تنفع. وأكيد هذا عنده دور في اللي خلى الفكرونة تتخلى على حشمتها وتنحي قوقعتها. كمل بعده الصقر وقال بعد إذنك سيد. قالوا تفضل. قال أنا سبق وحذرت من تصدير البهايم والذيوبة والضباع على المنابر الإعلامية، غير حد ما عطى كلامي أهمية، بالرغم اللي كلكم تعرفوا قديش نظرتي ثاقبة. أنا مش قصدي بكلامي تحميلكم مسؤولية اللي صار، مش هذا وقت التلاوم وتحميل المسؤوليات. أما وهز جناحه اليمين وعطاها وحايدة شد بها انتباه الحيوانات الكل وقال لهم جاء الوقت انه ندرجوا في ختام الجلسة هذه نقطة حجر الظهور الإعلامي. الكل حيوان ثبتوا انه يخدم في اجندات رخيصة وقانون ينظم ويفرض على كل واحد فينا انه ما يحكي كيف في الاختصاص بتاعه. مش الدجاج لحيته كاملة ياكل من القاع وراسه مدنكس يخرج علينا يحكي على الكرامة، ولا الضباع لحيته كاملة ياكل من فضلة سيدنا الصيد يحكي على سبل الوصول للاكتفاء الذاتي. والجمل مع احترامي ليك جمل والباقي الحيوانات بالطبيعة، الجمل ما يجيش منه يحكي على التوزيع العادل للثروات وهو يشد بركة ماء يشربها وحده ويخلينا للشياح. وختم كلامه بقوله نذكركم انه تنحية الفكرونة القوقع متاعها ما هو الا مظهر من مظاهر اللي مازلتوا باش تشوفوا مثيلاتها في الايام الجاية. شكون فيكم كان يتصور انها تعملها؟ هيك عملتها، واللي جاي زادة حد ما هو باش يتصور. لذا ندعوكم لعدم تأجيل النظر في النقطتين اللي طرحتهم باش نسبقكم بالحديث ونقول لكم ايش صار في علاقة بمقترحات الصقر ونرجع من بعد. الحيوانات للأسف صوتوا على إرجاء النظر فيهم. صحيح أنا متأسف، أما الحق هم عندهم علاش اختاروا التأجيل وطوم بعد نقول لكم علاش. وبالرغم من هذاك صارت مشكلة قد النماهي بين الطيور باستثناء الدجاجة والبطة والدندور اللي مساكن لا عرفوا رواحهم طيور لا مواشي، ما هو عندهم جوانح مساكن ما يطيروش. الباقي ونخص منهم بالذكر الصقر والنسر والعقاب غادروا الجلسة متغشين. تقول لي وش مدخل باقي الطيور؟ نقول لك هذيك كيما العصبية القطاعية عنا هم يسموها العصبية النوعية، وزادوا أصدروا بيان شديد اللهجة أعلنوا فيه عن مقاطعتهم لكل الجلسات الحيوانية اللاحقة. وأهم ما جاء في البيان أنهم قالوا أنتم حيوانات تغزروا حدكم حد أخمصكم وأصابعكم وحوافركم، يعايروا فيهم يعني. وإحنا معشر الطيور غير أن نتميزوا عليكم بالنظرة الحادة والثاقبة، زيد عليها أن طايرين بكم طيران، حرفيا طايرين بكم طيران. نرجع بكم لجلسة الفصائل اللي مقعد لي من تسريبات فيها كان كلمة القنفذ اللي قال فيها سبحان الله من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. أنا مانيش قادر نستوعب كيفاش واحد ربي كرمه وينعم عليه بقوقعة كيما هكاكا يقوم وحده ينحيها. احنا معشر قنافل
نحمدوا ربي على الشوك اللي سترنا وحمينا، اللي لوليه راهو برشا من اللي قاعدين معانا توا ويظهروا لنا في الود راهم نهشينا نهش ورانا انقرضنا من هيك العام. اما كنا ديما نشوفوا انه الفكرون مكرموا ربي علينا بالقوقع اللي كي تهبط عليها كيلوات ما هي كيلوات ما يصير لها شيء، اللي اقل ميزان اقل من هذاك برشا كان يتيح علينا تو يتكسر لنا شوكنا. وشهد الله انه كل ما غزرنا فيها الفكرونه الا وقلنا ما شاء الله تبارك الله، باش ما يمشي حد في باله باللي اللي صار السبب بتاعه حزن منا، اعوذ بالله. ولكن شو نقول، غير يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. هما هكاكا ويسمعوا في حس وفوفع كبيره قدام مقر الجلسه، واللي باش نحكيه لكم توا هو اللي كان السبب. كان تتذكروا في تسكير الجلسه وتاجيل مقترحات الصقر لجلسه اخرى، واللي صارت عليها كل مشكله. شنيا اللي صار؟ بكل بساطه صارت حمله كبيره باين من حجمها انها مموله، والذباب لعب فيها دوره في التحريض والتحشيد عبر مواقع التواصل الحيواني، وصارت فيها دعوات من كبار الحلالف والقطعان الكل بانواعهم، وخاصه العلاج والمعيز وغيرهم من الحيوانات. المشهد كان مهيب، في الصفوف الاماميه كانوا متصدرين البهايم، ما هم صوتهم عالي ويقلق، وزيد معروفين بهزانهم للرزن وذنيهم كبار اللي يخليهم حيوانات وذينيه، واللي تقوله لهم يصدقوه. وزيد كبر الوذنين يعاون في تركيب اللافتات اللي يكتبوا عليها شعارات كانت النهار هذاك من نوع يا فكرون نحي قوقعتك نحن ندرى منك بمصلحتك، ويا فكرون ارتاح زمن التقوقع راح ونحن معاك يا فكرونا، وكان لزم خلي يشيلونا. الخنازر كانوا في المؤخرة ويتوسط المسيرة القطعان بأنواعهم، تعلوها الحشرات الطائرة بأنواعهم من دبان النموس وبق، والقريد والكفار كانوا تحت الحوافر. صحيح كان تاخو كل واحد وحده وتلقاه يترعد رعدين كي تجبد اسم الصيد ولا الفهد قدامه، اما القطيع كي تجمهروا تولي حاجه اخرى. واقرا كتاب سيكولوجيا الجماهير كان تحب تعرف اكثر على الموضوع. صحيح انه اخطر واحد في اللي موجودين نهايته من الاخر وعلى الاخر يبقى حيوان عاشق، الا انه المنظر فرض على الصيد انه يجنح للتهدئه، فما كان منه الا انه بعث لهم باش يستقبل منهم ممثلين وينظر في مطالبهم. اللي صار بكل اختصار حشد ما عندوش سابق مثيل في التاريخ الحيواني، واللي عملوا الصيد لهناك كان بمثابة ضربة معلم. الجماعة لمهم الرفض وكل واحد وقلبه باش معلق، تشوفهم برشا يرهبوك تظن انهم على قلب حيوان واحد، الا انك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. واول ما ولا فيها شكون باش يقابل الصيد ويحكي باسم الحشد هذا، ولا كل واحد يضرب على دربوه. اختلافهم على مستوى النوع والفصيلة وحبهم للرئاسة والتموقع وقلة تجربتهم وضعف خبرتهم خلاهم يتلاحموا في بعضهم لك باش تنطح والبهايم تسك والناموس يقرص ومدعك الحصيل ولا كوري على حاله، وما عادش تفرق الأصوات بين تخنخين الخنازر وتبعبيع الفارغ ونهيق الشارع. وليش السيد بعث بقوات النمور السوداء لحفظ النظام وحط الفهود في حالة أهبة باش كان لا قدر الله وبدات الامور تخرج على السيطره يبعث لهم تعزيز. الحكايه ما طولتش والامور رجعت لنصابها وتم تفريق الحشود والزج بعدد منها في القفصات كما يصير في كل تحرك احتجاجي. ما فماش حتى شيء جديد يعني. وهكا يخليونا نرجعوا للالعاب الاولمبيه للغابه واسمعوا يا بشر ما في قصص الحيوانات من عبر. عاودت نظمت الامور وكل حد شد بلاصته ورجعوا لكلمة الدب اللي تجاهل فيها الفكرونة، وعاود شد البوق وقال قريب يوفى وقت التسجيل في سباق السرعة، المشارك المسجل الوحيد هو الأرنب. شكون من أهل الغابة يحب يشارك ومازال ما سجلش؟ شكون يحب يشارك ومازال ما سجلش؟ الفكرونة عازمة ومش باش تسلم. لحيدة عاملة دورة بتاع تنمية بشرية قال لها فيها المدرب اللي هي تنجم تطير ويكفي لهذا شوية تركيز، وهي تقول أنا أستطيع الطيران أنا أستطيع الطيران أنا أستطيع الطيران. عقلت بينها وبين روحها كان أنا نجم نطير بشوية تركيز، خلي عاد سباق بتاع سرعة. جمعت أنفاسها وصاحت أنا نحب نشارك. طبست عليها الغزيرة وقلت لها فكرونا يهديك راك ماكش بتاع سباقات. جبدها الدب ليه قال لها فكرونا شوفني أنا عمك الدب شاركتي
علاش؟ خاطر خطيتني امور السرعه والتنجيز، وكيما يقولوا عاش من عرف قدره ووقف دونه. زلطتك الفكرونه من بين يدين الذب وطاحت على ظهرها، شويه تقسمت على اثنين وهي بلاش قوقعه. حست بوجيعه قويه في ظهرها. شفت وجيعه لبسان الكعب العالي، اضربها في اثنين. اما تتوجع وتصيح ليه بالطبيعه. بلعت السكينه بدمها ولمت غصتها وكتمت صوتها. الارنب كان جابد روحه وما حبش يتدخل في النقاش بحكم انه طرف في المسابقه. اما فد عملت تنقيستين جاب حداها، قال لها تو انت هذا حد مخك باش تتسابق معايا؟ ما جاوبتوش وعملت روحها تكحر له، وجاي على ظهرها من الداخل تهز فيها وتنفض، وهي عارفه كانت تتكلم باش تطرش قبل كان. وحتى كان نجمت تشد دموعها باش تبان وجيعتها من نبرة صوتها. زيد بعد الصيد قال: سمعت اللي من علامات الساعة ترد الأمة ربتها، سمعت انه الأعراب يتطاولون في البنيان، سمعت انه الشمس تشرق من مغربها وغيرهم وفهمناهم وهنا نشوفوا فيهم. اما الفكرونة تسابق مع أرنب هذه عمري ما تصورت روحي نسمعها، فضلا على اني نشوفها بعيني. الوقت اللي يتكلموا فيه كان كافي باش الفكرونة تلم دمعتها وتخبي وجعتها. والصيد كمل كلامه من هنا وهي شنعت فيهم صيفة شنعة. اسكتوا عليا، شنو هذا؟ شنو هي الرجعية اللي انتم فيها؟ انا حيوانة كيفي كيفكم ومن حقي نشارك في المسابقة اللي نحب عليها. وتلفتت للدب وقتله: دب من حقي نشارك؟ قال لها: صحيح من حقك، اما قصت عليه: من حقي وكهو ما فماش، اما شكونكم انتوما باش تقرروا في بلاصتي؟ حقي نستعمل وقت اللي نحب وكيما نحب، وحتى واحد فيكم ما من حقه يتدخل فيا ويتحكم فيا. احنا معاشر الفكار من اللي بدينا نتهدوا بالانقراض ولينا اقليه وانتم تضطهدوا فينا. الغزالة قلت لها: احنا على مصلحتك. وهي زادت شنعت: مصلحتي؟ علاش للا قاصر انا ما نعرفش مصلحتي باش توريني انت مصلحتي؟ محلى كلامكم ومخي بقلوبكم، تحبوا الكلكم تحرموني من هزان تيتر السباق السرعة. مش متاعك يسيبوني خل نخسر. سكتت شوية والباقي كل ساكتين، وسكنت الغابة وعم الصمت. وعاودت فكرونة جبدت نفس وصاحت: انا من اليوم سترونج اندبندنت فكرونة، سترونج اندبندنت فكرونة، ما عاد يتدخل فيا حد وما حاجتي بنصيحة حد. كملت شنعتها وكانت اطول من هكا برشا، وانا لهنا نحيت المكرر ولخصت لكم ابرز ما جا فيه. الحيوانات حاولوا يتعاملوا معاها باحتواء، وهي لسان حالها يقول: كان جيت حاجتي بالاحتواء ماني راني خليت القوقعة متاعي. هي قد ما تزيد تشنع قد ما تزيد تشوف في عينين الحيوانات قداش مسخفتهم. وما كملت عياطها وسياحها كان مع حبالها الصوتية قريب يتقطعوا، وبحاحت وحالة حليلة الحسين. فكرونا بلاش قوقعة ما زاد كي كلاب ضربوا على ظهرها بعد ما طاحت من يد الدب وزيد صوتها متحار. كيسا هي كملت زر الدب للصيد غزرة يسأل فيها: ايش نعمل؟ هز الصيد راسه مرتين تاع عدي كيك تحب تشارك خلي تشارك. وقف الأرنب على خط الانطلاق هو الفكرونة، وأعلن بالزفارة على انطلاق السباق. هكا الفكرونة قدمت ساقيها اليمين وقلبت اليسار، هما خطوتين بالحساب، وعمك الأرنب خلط واجتاز خط النهاية. كملت المونتاج بتاع الفيديو ظهر لي باللي التسكيرة جات ناقصة. نتصور باللي فما عباد يستناو في كونه الأرنب يرقد باش الفكرونة تسبقوا في السباق. للأسف الأرنب موش باش يرقد، وإذا كانت فكرونة شوف مجال آخر مثلا ماكلة خس ولا طماطم تنجم تربح فيه. السلام عليكم.